هارد لك. هارد لك لكل جمهور الزمالك المحترم العظيم، اخواتي وحبايبي. امبارح كانت صدمة كبيرة ليهم بالهزيمة في نهائي الكونفدرالية ركلات الترجيح امام اتحاد العاصمة. هارد لك للاعيبة الزمالك، عملوا اللي عليهم. هارد لك للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال المحترم الخلوق. بصراحة يعني امبارح كان يوم حزين ليا انا شخصيا، كنت اتمنى فوز نادي الزمالك، ولجماهير نادي الزمالك طبعا بالتأكيد ما كنتش اتمنى ان هم يزعلوا امبارح، كنت اتمنى ان هم يكسبوا وياخدوا الجايزة ويفكوا القيد ويعني ويعملوا صفقات ويرجعوا تاني نادي الزمالك زي الاول. هارد لك بصراحة ليهم، امبارح كان يوم سيء جدا عليهم. ولكن الهزيمة كانت مستحقة مليون في المية، كانت مستحقة مليون في المية. طب ازاي هما لعيبة رجالة ولعيبة كويسين وهارد لك ليهم وعملوا اللي عليهم وفي نفس الوقت الهزيمة مستحقة؟ هما عملوا اللي عليهم وزيادة، ان هما وصلوا للدور ده، ان هما وصلوا للمنطقة دي، ان هما وصلوا للبطولة ديت ووقفت معاهم على ضربة جزاء. كل ده انجاز يعتبر ليهم بالنسبة لمستواهم، بالنسبة لأسمائهم، بالنسبة للقيمة التسويقية بتاعتهم. بصراحة يعني شابوه ليهم إن هم وصلوا للمستوى ده. ولكن في المستوى ده لازم يكون في شخصية أكبر من كده، لازم يكون في أسباب منطقية توصلك للبطولة أكتر من اللي عندهم بصراحة. طيب، ايه اسباب هزيمة نادي الزمالك امبارح؟ طالع النهاردة نحلل كده بصورة عقلانية لمباراة امبارح واسباب الهزيمة، وكمان هنذكر ايه توابعها او ايه اللي هيحصل بعد كده وتأثيرها على نادي الزمالك فيما هو قادم. اول سبب بوجهة نظري واهم سبب لهزيمة نادي الزمالك امبارح بلا منازع وبلا مقاطعة ان اللعيبة ما كانتش على قلب رجل واحد امبارح. كل لعيب خارج امبارح عمال يزعق ويشخط واللي يشوط واللي يبص واللي يزعق. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ في ايه؟ ما انت كنت في الملعب ما عملتش حاجة، هو انت عملت ايه يعني؟ سواء انت تستاهل تخرج او ما تستاهلش تخرج، ده نهائي بطولة وبطولة مهمة، ممكن تكون اهم بطولة في تاريخ النادي، لان النادي ما تعرضش للظروف دي قبل كده ولا كان محتاج بطولة زي ديت قبل كده. انت عارف النادي في حاجة للبطولة ازاي، والجماهير بص واقفين وراك، وبص المجهود اللي اتعمل طول الموسم. خارج تزعق يا عم؟ خلاص انت يا عم كنت تستاهل تلعب وانت احسن واحد في الملعب واتظلمت، حي اللي نازل شجعه. دي الروح دي اللي بتجيب البطولة. وانا مؤمن بصراحة بالحاجات ديت. اللي يقول لي الحاجات دي لا وملهاش لازمة ومش بتأثر والكلام ده، لا يا جماعة بتأثر وليها لازمة مليون في المية. لما نكون كلنا مترابطين وعلى قلب رجل واحد وكلنا ايد واحدة وفي ظهر بعض وبنحب بعض، بتفرق وبناخد البطولة. انما اخرج من الملعب ازعق واشخط واللي يشوط واللي يشلت واللي يعمل واللي يشوح، ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ايه رونالدو في الملعب مثلا؟ ده رونالدو بيخرج ما بيعملش كده. فحاجة غريبة جدا بصراحة. أنا أول ما شفت المناظر ديت، شيكوبانزا بقى خارج قعد يشوح، وده الدباخ قعد يزعق، مش عارف مين، كل اللعيبة اللي خرجت كلهم متضايقين، وفتوح ومش عارف ومين ومين، كله. وبزيرة قال لهم أنا مش هخرج، أنا مش هغير. كانوا عايزين يخرجوه بقى، قال لهم لا مش هخرج. فيا جماعة يعني بصراحة ديت، أنا أول ما شفت المناظر قلت خلاص كده الزمالك إيه، ضاعت منه البطولة وهو اللي ضيعها من إيده. فده اول سبب يخليهم يتغلبوا وما يستحقوش البطوله، وفي نظري انا ده السبب الاساسي والرئيسي من الاخر. اي سبب تاني يعني نص نص، مش هو اللي هيخسرك البطوله. بس تاني سبب، انت في الملعب دلوقتي شفنا، لو شفت مقارنه ما بين لعيبه اتحاد العاصمه ولاعيبه الزمالك، شوف الروح كانت عند لعيبه اتحاد العاصمه عامله ازاي، شوف العزيمه، شوف الاصرار، كانوا مصممين على البطوله، كانت البطوله بالنسبه لهم تحس ان هي حياه او موت، بينافسوا على كل كوره وبيقاتلوا. لا، لعيبه الزمالك ما كانش عندها الروح دي امبارح للاسف. تحس ان هم همدانين تعبانين، ما انت مريح اسبوع وملغي لك ماتش في الدوري وجاي تعبان امبارح. طب ليه؟ ده هم لاعبين ماتش في الدوري، خلي بالك، بين النهائي، بين الذهاب والعودة لعبوا ماتش في الدوري، بس يعني بيقولوا تقريبا لعبوا بالاحتياطي، بس بغض النظر لعبوا ماتش في الدوري وتعادلوا فيه وخسروا نقط. انما طبعا الزمالك كان قدامه الاسبوع كله فاضي، ريح يا عم وارجع اقوى من الاول. انما تحس ان اللعيبه كانت همدانه وتعبانه مش قادره، كل واحد شايل كيس رمل في رجله وهو ماشي.
فبصراحة ده تاني سبب ان ما كانش في روح ولا عزيمة ولا قتال ولا احساس بالمسؤولية من اللعيبة، ولا تحس ان هم كده عندهم يعني روح ان هم عايزين ياخدوا البطولة مقارنة بلاعبي اتحاد العاصمة. اتحاد العاصمة كان عندهم روح عالية جدا جدا ولعبوا بيها، وطبعا ده كان سبب رئيسي في برضو ان اتحاد العاصمة استحق البطولة والزمالك لا يستحقها. ثالث سبب بالنسبة لي، بص على الاداء داخل المباراة، بص على الملعب نفسه واللعيبة والفرص، هتلاقي ان استحواذ اتحاد العاصمة 68% 32% للزمالك. نهائي بطولة فرقتين وصلوا النهائي استحواذ 32 68، هقول لك ماشي بتحصل في فرق كتيرة بتلعب يا عم على ايه، على الهجمة المرتدة وعلى الفرص وبتقفل دفاع وكده، ماشي. انا بلعب دفاع ومقفل المنطقة علشان ما يخشش فيا جوان. انا اتشاط عليا 9 كور امبارح، 9 كور اتشاطوا على عواد والمهدي قبل ما يطلعوا. هل ده ينفع؟ هل ده ينفع في ماتش نهائي في ضربة جزاء كمان لاتحاد العاصمة ما اتحسبتش؟ هل ده ينفع؟ ما ينفعش. تاني حاجة، 9 كور، كام كرة شاطها الزمالك؟ انا بقى بلعب دفاع واعتمد على الهجمة المرتدة، الهجمة اللي هروح بيها عندي بقى ايه؟ قدرات وامكانيات توصلني. واحدة بس بتاعت ناصر منسي لما شاطها بدماغه. ناصر منسي كان المفروض ينزل قبل كده برضو بصراحة، لما نزل عمل فرق شوية وعمل كرة خطر جدا كانت على مرمى اتحاد العاصمة، فكان لازم ينزل بدري شوية. وكنت شايف ان عدي ما يخرجش، عدي بيشوط ضربات جزاء، كان يطلع شحاتة، يطلع محمد ابراهيم لما هو مش واثق فيهم. بس طبعا ما كانش يتوقع، يعني بصراحه ما اقدرش الوم برضو الكابتن معتمد، ما كانش يتوقع ان ضربات الجزاء هتوصل للمستوى ده. ولكن ده الفرق ما بين اتحاد العاصمه وما بين الزمالك. مين اللي كان يستاهل؟ كان اتحاد العاصمه. مين اللي يستحق؟ اتحاد العاصمه. مين اللي كان عايز؟ اتحاد العاصمه. الزمالك لا يستحقها، ما لعبش كويس، كان اقل في الملعب، اقل في الاستحواذ، اقل في الفرص، اقل في التصويبات. شيء طبيعي ان هو يخسر. يعني يا جماعه لازم نكون عقلانيين شويه. هل انا زعلان؟ زعلان، ولكن هل الزعل ده يخليني ما اقولش الحقيقه، ما اقولش انه فعلا الزمالك يستحق الهزيمه؟ لا، هو يستحقها بجداره، واتحاد العاصمه يستحق البطوله بجداره للاداء اللي حصل امبارح وللي شفته امبارح في الملعب. ومين اللي كان عايزها اكتر؟ الزمالك كان محتاجها اكتر، انما انت محتاجها اسعى بقى ليها، العب ورينا. انما للاسف هم ما سعوش، وكان من نصيب اتحاد العاصمه. طبعا كان فرق السما بالارض بين الاداء الفرقتين في الملعب. طيب نيجي لحاجه تانية، ضربات الجزاء. شفت شوط اتحاد العاصمه؟ شاطوا يعني زي ما يكون ما شاء الله كلهم متدربين عليها بيرفكت، يعني رغم ان الزمالك هو اللي المفروض متدرب عليها اكتر وقالوا ان احنا مركزين عليها وكده في التدريبات، ولكن هم شاطوا ضربات الجزاء بصراحة كلها جامدة جدا. ضربات جزاء كلها جامدة جدا، كلها قوية جدا، كلها حلوة جدا، ما فيهاش واحدة نص نص. فدي برضو يستاهلوا. الجون بتاعهم حارس المرمى، حارس المرمى راح تقريبا على كل كور نادي الزمالك. جون برضو كويس، خد احسن لاعب في المباراة ويستحقها. شال كرة ناصر منسي بصراحة كانت صعبة جدا. ضربات الجزاء راح على الكور، ما صدش ولا كورة، اي نعم حتى الكرة اللي خرجت كانت بره وهو ما صدهاش، لكن كان رايح ورا كل كورة. برضو لعيبة الزمالك شاطوا ضربات الجزاء كويس، بس الجون بتاعهم لا جامد بصراحة، راح على كل كورة صح وكان طاير صح، بس الشوط كانت جامدة، ما عرفش يصد منها ولا كورة. طيب هل احنا المفروض نزعل؟ لا، المفروض ما نزعلش. اللعيبه عملوا اللي عليهم زي ما قلت لكم، والمستوى اللي انتوا يعني بتتكلموا فيه ده محدش كان يحلم ان انتوا توصلوا له اصلا، من الاخر كده. فالموضوع ما يزعلش، عادي، بنتغلب ماتش زي اي ماتش بطوله، ما فيش مشكله. ما كناش متوقعين اصلا ان احنا نوصل النهائي، مجرد الوصول للنهائي ده شيء يفرحنا، شيء بصراحه فخر للاعيبه نادي الزمالك ولجمهورهم في ظل الظروف اللي هم بيمروا بيها ديت، وفي ظل الاسماء اللي متواجده واللي حصل لهم طوال الموسم دوت. فبصراحه كون ان هم يوصلوا لحد ضربات الجزاء في نهائي البطوله ده انجاز، والهزيمه بضربات الجزاء لا تعتبر هزيمه بصراحه بالنسبه لي. ده الزمالك عمله انا شايفه لحد دلوقتي انجاز، انجاز بمعنى الكلمه. حتى لو ما خدش الدوري بس وصل افريقيا ده هيبقى انجاز. ولو سالت اي حد قبل الموسم متوقع الزمالك ايه، قال لك يا ريت نوصل افريقيا، يا ريت نطلع اول او تاني الدوري بس. ده كان اقصى طموحهم، فلو اتحقق ده هيبقى انجاز بالنسبه لي انا على الاقل. انما لو طبعا راحوا الكونفدراليه
انا شايف الزمالك بقى ممكن ما يدفعش فلوس الغرامه احسن له. هيجيبوا فلوس الغرامه منين يعني؟ طبعا يعني تاثير جامد جدا عليهم من البطوله ديت. طيب الزمالك خلوا بالكم كسب 6 بطولات افريقيه قبل كده من ضربات جزاء. 6 بطولات افريقيه كسبها بضربات جزاء. يعني هو فرحان وبيقول انا معايا 5 دوري ابطال، معايا 3 منهم ضربات جزاء. 3 من دوري ابطال من اللي هو واخدهم، اللي عمال يقول لك ال7 ولا ال9 ومش عارف ايه، 3 بطولات منهم ضربات جزاء. دوري ابطال بس. واخد كمان كونفدراليه ضربات جزاء، و2 سوبر ضربات جزاء منهم واحده من الاهلي. فيعني عادي، انت ضربات الجزاء ابتسمت لك 6 مرات قبل كده، لما تخسرها مره عادي فوتها. فانا شايف ان هي مش هزيمه قد ما هي انجاز، ان الزمالك وصل للمرحله ديت من اللعيبه. نرفع القبعه للعيبه ولمعتمد جمال، بصراحه الانجاز اللي هم عاملينه لحد دلوقتي ده انجاز كبير جدا 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 جدا. طيب ايه تاثير الهزيمه بتاعت امبارح ديت على الزمالك فيما هو قادم؟ بالنسبه اولا لماتش سيراميكا، انا شايف ان الهزيمه دي، يعني الناس كلها بتقول ده هيأثر على ماتش سيراميكا واللعيبه معنوياتها في الارض، واللعيبه ده هيقوي من فرص سيراميكا في الفوز، واللعيبه عندنا مش هتبقى كويسه في الماتش دوت، وكده لو خسرنا البطوله ديت هنخسر التانية وراها. انا شايف والله ان الهزيمه ديت بالعكس هتبقى دافع قوي جدا للعيبه الزمالك، وهتديهم عزيمه وقوه، وهتخليهم عندهم اراده ان هم يكسبوا، ولو البطوله راحت مش هنضيع التانية. ده الطبيعي، وانا شايف ان هو ده اللي هيحصل، وهتشوفه في ماتش سيراميكا. الزمالك هيبقى عنده حماس وقوه اكتر من اللي شفناه النهارده بكتير بكتير كمان. فانا بصراحه كان نفسي الزمالك ياخد البطوله ديت كونفدراليه، ويجي يخسر ماتش سيراميكا والاهلي ياخد الدوري، يبقى كده الكل اتراضى. بيراميدز خد كاس، الزمالك خد الكونفدراليه، والاهلي خد الدوري، والكل اتراضى وكله زي الفل والكل مبسوط. لكن هم خسروا امبارح، فهينزلوا ماتش سيراميكا هياكلوا النجيله، وهنشوف. واللي بيقول لك كله لا ده الماتش ده هيحبطهم وهيهبطهم، الكلام ده مش هيحصل. الكلام ده مش هيحصل، بالعكس ده هيديهم قوة وعزيمة أكبر، وهيخليهم إن هم داخلين عايزين يكسبوا أكتر، وعايزين أنا ممكن يكسبوا ماتش سيراميكا 5 و6 عادي يعني. وطبعا ده أنا ما أتمناهوش، يعني أنا لا أتمنى إن ده يحصل، ولكن ده توقعي. تاني حاجة أنا شايف إن هي ممكن تأثر على نادي الزمالك بسبب الهزيمة ديت. طبعا مشاكل نادي الزمالك، مشاكل وديون نادي الزمالك كتير جدا جدا الموسم دوت. عليه تقريبا ما يقرب من تقريبا من 6-7 مليون دولار غرامات وإيقاف قيد. الزمالك كان يعول على الفوز بال4 مليون دولار بطولة الكونفدرالية، وكان هيبيع بزيرة ممكن أو حسام عبد المجيد الاتنين، ويقدر يسد الديون اللي عليه. إنما دلوقتي المشاكل تفاقمت وكبرت وكترت، ومفيش سيولة ولا في فلوس ولا في مصادر. هيتصرفوا ازاي بعد ما كان المصدر الرئيسي والاساسي اللي هيسد لهم اكتر من نص الديون او 3/4 الديون ويحل لهم 3/4 المشاكل خلاص راح ما بقاش موجود؟ هيعملوا ايه دلوقتي؟ طبعا دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم، هتأثر عليهم بعد خسارة الكونفدرالية. هنشوف هيقدروا يتصرفوا ولا لا. قدامهم اسبوعين بس تقريبا لحد اخر شهر مايو، لازم يسدوا الغرامات اللي عليهم علشان يشاركوا افريقيا السنة الجاية. طيب هل هيقدروا في خلال الاسبوعين دول يجمعوا المبلغ الكبير ده؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله باذن الله. هنشوف حد مثلا هيساعدهم، الحكومه هتساعدهم، بنوك هتقرضهم، مثلا رجال اعمال، الله اعلم بقى هيقدروا يوفروا مصادر منين. فلسه ده اللي هنشوفه هيحصل، لان قدامهم اسبوعين بالظبط ويقدر. طيب لو هم خسروا مثلا، انا شايف الحل الاسهل يخسروا ماتش سيراميكا، يطلعوا ثالث وهوب على كده وحلو قوي، ما يسددوش الديون ويريحوا دماغهم. ايه ماله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ محدش كان يتوقع كده كده ان انتوا هتكسبوا الدوري يعني. فيلا مش مهم بقى يعني، فوتوا الدوري، وممكن يعني علشان تحلوا مشاكلكم ديت ما تبقوش مضطرين بقى تدفعوا الفلوس. والكونفدراليه السنه الجايه يعني مش لازم بقى، انتوا كده كده متعودين عليها، وعندكم هنا وصلتوا النهائي وبتاع وخدتوها قبل كده، فايه فخلاص، ولا بقى تدعموا ولا تجيبوا صفقات، وكملوا بالناشئين، وانتوا السنه الجايه ان شاء الله باذن الله يحلها ربنا، ومجلس الاداره ده يتكل على الله. بس فده ممكن حل من الحلول، يعني انا بعرض حل، يعني مش بقول لازم تعملوا كده، ده حل من ضمن الحلول، يعني تخسروا ماتش سيراميكا وخلاص على كده. طيب لو هم بقى وصلوا افريقيا، طلعوا اول او تاني،
كده لازم هيدفع يعني مش معقولة يعني بقالهم 3 4 5 سنين ما بيوصلوش افريقيا، ويجي لما يوصلوا يقول لك لا اصل عندنا ايقاف كده ومش هينفع ان احنا نروح افريقيا. ده بصراحة تبقى ضربة قاسمة للجماهير والمجلس الإدارة، وهتولع المشاكل أكتر يعني لو الفلوس دي ما اتدفعتش في حالة إن الزمالك خد أول أو تاني الدوري. فهنشوف اللي هيحصل في المواجهات القادمة إن شاء الله بإذن الله يوم الأربع. هختم الفيديو زي ما بدأته بهارد لك لنادي الزمالك والجماهير العظيمة أصحابي وحبايبي كلهم، ونتمنى التوفيق إن شاء الله بإذن الله لسيراميكا كليوباترا يوم الأربع القادم هو وسموحة أمام بيراميدز والزمالك إن شاء الله، والأهلي يكسب المصري برضو يوم الأربع. نتمنى ليهم التوفيق جميعا بإذن الله، وإلى اللقاء.